اوبا، شوف بقى تصريحات ميدو الزملكاوي. بيقول لك الله، هو انتوا جايين تجيبوا تحكيم لجنة تحكيم أوروبي لفحص الشكاوات بتاع الأهلي. امال كان بقالنا سنة بنشتكي للتحكيم للزمالك، ما حدش بيسأل فينا ليه؟ المؤامرة اشتغلت يا جدعان على الأهلي بالزملكاوية، بقت حاجة مكشوفة ومفهومة من يمة الاتحاد ومن يمة الإعلام ومن يمة الحكام ومن يمة كل حاجة. فاحنا هنفوق يا أهلاوية ولا مش هنفوق للفرقة بتاعتنا؟ الأهلي عليه مؤامرة كبيرة لتوقيع الاهلي عليه مؤامره كبيره، وانا بناشد رئيس الدوله يتدخل للفساد الكوره في مصر. النادي الاهلي مش نادي صغير، ما هوش نادي لو مؤاخذه في الكلمه شركات، ده نادي الدوله، نادي الدوله. وانا يا باشا يوم ما اقول ما مش هنعرف ناخد حق الاهلي والاهلي هيقع، نروح نعتصم قدام نادي الاهلي. ده الاهلي ده بتاعنا وكياننا، واحنا عندنا دم. احنا لا بنفوز بتحكيم زور ولا بنفوز لو مؤاخذه. احنا طلعنا اكتر من اربع خمس مرات من بطوله افريقيا زور، والدوري كنتوا بتاخدوه زور. ده اليوم اللي انتوا بتاخدوه فيه، السنه اللي انتوا بتاخدوها فيها بيبقى زور. انت عايزين تودوا الدوري لمين بالظبط؟ للزمالك ولا بيراميدز؟ فربنا مش هينولكم اللي في بالكم والله. فوق يا اهلاويه ودعموا الاهلي. وانا بناشد رئيس الدوله المصريه، الراجل المحترم، الراجل اللي عنده دم وبيشم، وراجل لو مؤاخذه في الكلمه بيبني مصر والناس كانت بتتكلم عليه، وهو راجل محترم وراجل ليه كل التقدير. رئيسنا عبد الفتاح السيسي زعيم الشرق الاوسط يتدخل في الرياضه المصريه، يجيب حق الاهلي. شكرا.